صباح النور. طلباتك يا ست. الله الله، مين؟ فتحية؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ جيت عشان الغدا يا سيدي. الغدا؟ ايوه يا حاج، ما انا عارفه انك هتكون مشغول في الدكان وما عندكش براح ترجع البيت تتغدى. ايه بقى ده اسمه كلام؟ سايبه اولادك في البيت وجايبه الغدا ليه هنا بس؟ امال يعني عايزني اسيبك من غير غدا يا حاج؟ يا خبر، ده انت يا عيني عليك شقيان وتعبان. يا ست كنت اكل اي لقمه كده ولا كده. ليه بقى يا حاج؟ خير ربنا موجود عندنا كتير والحمد لله. طب ده انا عامله فضلة خيرك حمام بالفريك وعليه خلطه. كمان. وهو الحمام يغلى عليك يا حاج؟ لا بس مش كل يوم، قصدي اقول لك لم ايديك شويه، احنا لسه في اول الطريق ولازم نكون راس مال كبير عشان التجاره بتاعتنا. يا اخويا التجاره صعبه والمهاتيه كل يوم تتعب. ولا صعبه ولا حاجه. بقول لك ايه؟ نعم. كمان الحاج فرج الله عاوز يشاركني. يشاركك؟ لا 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 يا حاج، كله الا الشركه. ليه؟ ده عنده دكانه بست باب وتنفعنا. وهي دي مالها بقى؟ رضا صغيره لكن بتاعه الحاج عوض لوحده. طب بقول لك ايه، نأجرها منه. ايوه يا اخويا ان كان كده معلش. او ساعتها كل زباين التربيع هتحلف باسم الحاج عوض. الحمد لله، فضل ربنا علينا واسع، يا بركه دعاهم يا حاج. طب ده انا بقى عندي حته خبر يفرح قلبك بشاك. اكتر من كده يا حاج؟ لا يا اخويا، ده كده رضا والحمد لله. داري على شمعتك تقيد يا فتحيه، ده انتم عيال اسمعي بس. الراجل مدير التوزيع بتاع مصنع اسكندريه عاوز يدينا توكيل لمصنعهم في مصر، يعني تجاره جمله. قصدك تقول بقى ان لسه عينك على المحل اللي له الست ابواب؟ عم فرج الله ده راجل بركه. هعوض. بقول لك ايه، الواحد مش لازم يكبر مره واحده يا حاج. لو الطير الصغير اول ما يطلع له ريش يطير في السماء على طول يقع. يا سلام يا فتحيه. حاضر هاجره بس وربنا يكرمنا. ده انا حتى بفكر اخلي عم فرج الله معايا اذا ربنا اكرمنا بالتوكيل. يا خبر، ده انت عطلتني يا حاج. عن اذنك بقى اما ارجع قبل كمال ما يرجع من المدرسه. الواد بقى واخدك مني. ما تقولش واد، امال يا حاج كمال بقى راجل وفي اولى ثانوي كمان، ده معاه الاعداديه. عن اذنك يا حاج وربنا يكون في العون. برعايه الله. صباح الخير يا حاج، عاوزه كاستور مبرد بس والنبي عايزه الوانه زاهيه. من عينيا يا ستي، اتفضلي وانا هفرجك على طلباتك كلها. هي دي بداية حكايتي. كنا عيلة جاية من الريف، والدي تاجر وربنا كرمه، وأم ست طيبة بتراعي أسرتها وتخلي بالها منهم. تملي كانت تروح لأبويا بعمود الأكل الدالي علشان أنا وأختي سلوى نخلي بالنا من مذاكرتنا وبس. وكان والدي كل حياته التجارة والبيت. الف 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 مبروك يا حاج. الله يبارك فيك يا ام كمال يا ادم السعد. والنبي ده انا فرحت بالمحل التالت ده قوي. وبقى قلنا نخرج بره التربيعه ونفتح محل مودرن شويه. ايه مودرن قصدي يعني جديد وفي وسط البلد، ونرمي فيه احسن حاجه بناخدها، والناس تلاقي البضاعه اللي مش موجوده اللي عند الحاج عوض وشركاء. شركاء مين يا حاج؟ الله، كمال وسلوى وانت يا ام الخير كله. تعيش يا حاج. لا يا اخويا، حسك للدنيا، محلات عوض وبس. ايه يا فتحيه، الولاد لازم يكون لها حاجه تسندها في الدنيا. معاهم شهاداتهم؟ لا سلوى يلزمها مصاريف كتير لما تكبر. والنبي ما حد هيقف لها ويشورها ويشوف طلباتها الا انت. هو احنا من غيرك نسوى حاجه يا حاج؟ ومن بكره بقى يا فتحيه هنتنقل من هنا ونروح شقه في الزمالك. ايه؟ هنسكن في الزمالك. الراجل مدبول افندي راجل سكره وقلبه عليا، شاف لنا شقه على النيل ترد الروح. وماله حي السيده يا حاج؟ يا ستي الدنيا بتتقدم، وما دام ربنا كرمنا لازم تظهر علينا نعمته. انا بقول نفضل هنا احسن يا حاج. ايه؟ حتتنا وخدنا عليها وبقالنا فيها اهل ومعارف. بكره هيبقى لنا اهل ومعارف هناك كمان. ثم يعني لا مؤاخذه زي العربيه هتخش الحاره. عربيه؟ عربيه ايه يا حاج عوض؟ اصل انا اشتريت عربيه بسواقها، الله يستره مدبول افندي وقع لي عربيه لقطه اخر حلاوه. ومن بكره هروح معاه بقى افصل شويه بدل. امال يا ام كمال السوق محتاجه الحاجات دي،
ولا انت عايزاني اقف في محل في وسط البلد لا مؤاخذه بالجلابيه؟ ومالها الجلابيه يا حاج؟ ما هي ستره يا يا ست حاج. تنوري بقى، وهو الواحد يشوف له يشوف له يومين يا ام كمال. وكانت هي دي البداية، يا راجل. بداية طريق غريب غريب عشته بسبب عم مدبولي. الأستاذ مدبولي دخل حياتنا من هنا، والسعادة خرجت من هنا. جرى ايه يا عوض ايه؟ ايه البخبخه دي كلها؟ عوض بيه. ها؟ انت بتكلمني؟ امال بكلم مين؟ فوق فوق يا راجل، انت دلوقتي في دنيا تانية. طبعا يا استاذ مدبولي طبعا. شايف الدنيا من حواليك اخر جمال ازاي؟ ناس وضحك وفرفشه ومجتمع راقي اخر قبها. لا وايه؟ مدير الشركه عامل الحفله دي كلها عشانك. كتر خيره. وكان لازم تجيب المدام معاك، مراتك يا اخي. اصل بقى في الاوساط الراقيه دي لازم كل واحد يجي ومعاه مدامته. طبعا. شايف حرم صاحب الشركه؟ ست قمه، جمال ومال وعيله. ابوها هو كمان صاحب شركه، عيلتها كلها ناس اكابر. والله ربنا يخليها له. وشايف الراجل اللي هناك ده؟ اهو ده بقى المنافس بتاعك في اسكندريه. حرمه بقى ايه؟ ست موديل بتعرف تلبس وتجابس. ست مجتمعات يقدر يحط ايده في ايدها ويدخل بيها احسن حفله. انت قصدك ايه يا استاذ مدبولي؟ بالعربي يا صاحبي، انت ما بقتش الحاج عوض بتاع التربيعه. طلباتك يا ست، طلباتك يا اخينا. لا، انت النهارده تاجر من التجار الكبار. يا سلام. مكانتك، واديك شايف اكبر الصفقات بتتعمل في حفلات زي دي. انا بس انت لازم جواز من ست مدير حلوه شابه. ست مجتمع، سامعني؟ حاجة كده شابة. وفكر والدي بكلام الأستاذ مدبولي واقتنع بكلامه. وطبعا الأستاذ مدبولي كان عنده عروسة البابا. أيوة عنده عروسة، ست مجتمع والشابة مودرن. اتجوزته. كان أول يوم ليا في حياتي أشوف فيه أمي، الست اللي بتحبنا وتخاف علينا، ووقفت مع والدي في كفاحه. أشوفها بتعيط. ايه الحكايه يا ماما؟ ابوك يا كمال مال؟ جرى ايه؟ جرى حاجه؟ ابوك اتجوز عليا ومش هيرجع البيت هنا تاني. اتجوز؟ ايوه اتجوز يا ابني، اتجوز واحده ست مش من توبه، واحنا لنا رب اسمه الكريم. طيب والمدارس والمصروف؟ لا يا كمال، لا يا ابني، انت وسلوى لازم تفضلوا في المدرسه، لازم خالكم يشوف له صرفه. انا ماليش دعوه بيها. ازاي؟ هما مش ولادك؟ لا، ولادي مش ولادي، انا ما حدش اللي عندي حاجه. هي عندها شقتها وعفشها، وكل حي منا يروح لحاله. بالعربي يا سطوحي، اختك ما بقتش تناسبني. مقامي ومركزي بين التجار ما يسمحش لوجودها معايا. تقدر تقول لي ازاي هاخدها معايا بيوت الناس الاكابر؟ تتكلم معاهم بانهي لغه؟ تلبس ايه؟ تعمل ايه؟ ايوه، لكن هي هتاخد حقها هي وولادها غصب عنك. نعم، ده بعدكم. اولا اذا راحت المحكمه هتنضم الاولاد وهحرمها منهم، وكمان اطمنوا انا كاتب كل املاكي باسم مراتي الجديده. ان كانت بقى عاوزه تطول مني قرش ابيض خليها ترجع بلدها ولا اديها اللي هي عايزاه. ابدا ما رجعش البلد تاني. الولاد والمدارس، ولادي اللي بترجى من ربنا انهم يكبروا ويبقوا رجاله ولهم مراكزهم ولهم شهاداتهم. ايوه فتحيه يا اختي، بس انت عارفه اننا ناس على باب الله، وواحد زي يعني عنده كوم لحم وعلى قد حاله ومش هقدر يعني. ايوه عارفه يا اخويا، مش هتقدر تساعدني وهو راسه ناشفه، ومادام قال كده يبقى مش ممكن هيدفع ولا مليم. طب والعمل يا فتحيه؟ ايوه العمل، لازم نشتغل وناكل وربنا المعين. خرجت أمنا للحياة،
خرجت تحاول تجيب لنا الاكل واللبس والمصروف اللي كنا متعودين عليه. اشتغلت خياطة عند واحدة من جيراننا وفضلت مخبية عننا. كنت فين يا ماما؟ دخليني الاول، خليني ارتاح شويه، احسن انا جايه من عند 6 أنصاف تعبانه. انت بتعملي ايه عند 6 أنصاف؟ وليه راجعه تعبانه؟ في السكه يا بنتي، اصلي جيت من هناك لغايه هنا مشي. ان كنت تعبانه استريحي وبلاش تخرجي تاني. يا خبر، هو انا كنت اقدر يا بنتي؟ طب دي كانت 6 أنصاف تزعل مني قوي. انا عايزه اكلمك. وانا كمان عاوزه اكلمك يا كمال. من يوم يا ابني ما عزلنا ورجعنا هنا وانت شايف بنفسك. شايف وعارف وفاهم، وعلشان كده انا هشتغل علشان اساعدك. وتسيب المدرسه يا ابني؟ لا لا، اوعدك اني هشتغل واذاكر وانجح. انا عارف راجل طيب صاحب ورشه ميكانيكا. ايه رايك ياما لو ابنك طلع ميكانيكي؟ قصدي الشغل مش عيب يا كمال، ربنا يوفقك يا ابني. عوض. عوض، انت ما بتردش عليا ليه؟ انت مش سامعني ولا ايه؟ هو انا اقدر الاحظ؟ ده انت عمري كله. هو انا شفت الدنيا حلوه لما شفتك؟ يعني مبسوط في حياتك معايا يا عوض؟ وبعدين يا لواحظ، ايه لازمه الكلام ده بس؟ حد قال لك اني اشتكيت من حاجه؟ ده انت حتى شايلاني على كوف الراحه ومفيش حاجه ناقصاني. طيب انا كنت عايز اقول لك حاجه. إيه؟ انت مش هتكتب المحلات علشان قصدي عشان ام كمال؟ دي وليه جاله. زمانها صدقت اني كتبتها لك. يعني ايه؟ انت مش ناوي تكتب لي المحلات ولا ايه يا عوض؟ ما هو ايه بس لزوم الحكايه دي؟ هو انا متاخر عنك في اي طلب من طلباتك؟ يبقى انت ما بتحبني. انا كلام ايه ده؟ الله، ده انا بعت الدنيا كلها عشانك. هي كلمه، اذا كنت بتحبني صحيح لازم توفي بوعدك. ما هو ايوه، بس لكن عوض اخصى عليك يا عوض. هو انا برضو مش مراتك؟ ما هو بس يعني انا عندي ولاد، وهو علشان كده يا عوض انا برضك عايزك تكتب لي المحلات احسن. طيب. الله الله الله، مالك يا واحد؟